بدل ما نكون حكامه بتشعلنا النيران زياده وبتطبل لزول وبتشجعه من المدرجات، نقينا على الفتنه دي كليا وبقينا شايلين مويه دايرين نطفي نار الفتنه، نطفي نار الفتنه. يا اخواننا وقفوا الحرب، يا اخواننا وقفوا الحرب، يا اخواننا امشي للحل السلمي، نقترح حلول سلميه، نضغط عليهم دوليا، ندينهم، نتواصل معاهم عشان يوقفوا الحرب. ده دورنا، مش انه نقف مع طرف ضد الطرف الثاني عشان نزيد نشتغل الحرب. عارف وفي وانا حاجه ببحث. اخطر من دي، وفي حاجه اخطر من دي يا السودان ده نعم الان نعم يا خالد. منقسم اثنيا. السودان ده منقسم اثنيا وجهويا. الاصطفافات دي ذاتها لها بعد جهوي، جزء منها بعد جهوي. اذا نحن كنا يعني مشينا يعني كراعنا دي انزلقت في الفتنه دي عشان ندعم طرف ضد طرف، كان السودان ده يتقسم. يعني موقفنا ده تقدم دي ذاته الان بالتنوع والتعدد الموجود فيها ده، اللي موجود فيها ناس من كل اقاليم السودان، من كل اقاليم السودان، من شرق السودان، من دارفور، من جنوب، من النيل الازرق، من الوسط، من الشمال، ومستمره تتوسع في ذا تقدم الموجود فيها من الزول المواليد 34 للزول المواليد تجمع الاجيال دي كلها. الموجود فيها الرزيقي والشايقي والجعلي والهدندوي والزغاوي دي بتشكل بذره الناس بيبذروها في الوطن عشان يحافظوا بها على وحده السودان من التقسيم. الاستمرار الاقتتال ده لانه جزء منه بعد جهوي مش بيقسم السودان، حيمزق السودان، عشان كده نحن بنتحمل تبعات الموقف ده. بقول لك نحن نتحمل تبعات الموقف ده، موقف انه والله يا اخي تنأى عن انحيازاتك الجهويه، تنأى عن انحيازاتك المناطقيه، تعاين بس للسودان لوحدته لامن لسلام، تنأى حتى عن مراراتك الشخصيه، نحن ده لسه الجيش قدام السريع ده مش هم اللي دخلونا السجن. انا لما اعتقلوني في انقلاب 25 اكتوبر اعتقلوني قوه، اعتقلتني من جوا بيتي من الدعم السريع ذاته، اعتدوا علي جسديا قدام بناتي، ساقوني الموقف شندي الاعتقال كاب بدم كلي. لكن هل ده الوقت اللي انا يكون بس مشكلتي مرارتي الشخصيه مع الدعم السريع ولا مرارتي الشخصيه مع الجيش؟ لانه يعني الموضوع بتاع اضطرار المرارات ده غير بيصغر السلاح حيعملوا شنو؟ عشان كده نحن يعني طلعنا فوق مراراتنا، نتواصل مع الجيش ومع الدعم السريع بكل السوءات اللي عملوها في حقنا نحن ولا في حق البلد، عشان خدوا السلاح جانبا ويتوجهوا لحل سلمي. عشان خدت السلاح جانبا ده اللي بيمنع اهلنا يموتوا، خدت السلاح جانبا ده هو اللي بيمنع اهلنا يجوعوا، خدت السلاح جانبا ده هو اللي بيمنع تدمير السودان، بغض النظر عن مراراتنا معاهم الاثنين يعني. وعشان ده الطريقه الوحيده اللي بنمرق من الحاجه اللي احنا فيها كده، ما في طريقه يعني.